السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات على قناتي في فيديو جديد. ما تنسوش البنات تدعموني، ديروا لي جيم، تخلوا لي كومونتير شباب كيفكم نتوما. بسم الله، نبدأ على بركة الله مع موديل جديد لقنادر الصيف. جبت هنا القماش تاعي، طويت على 4 وحطيت عرض الكتفين اللي هو 22 سنتيم، وهي عرض الرقبة تاعي اللي هو 10 سنتيم، وهبطت ميلان الكتف 3 سنتيم، ونرسم الكتف تاعنا ونرسم الرقبة تاعي، ونجي نهبط 22 سنتيم خط الطابق، نرسم خط الطابق تاعي، ونجي نعين محيط الصدر، نعين محيط الصدر تاعي فانا، نعين ونرسم بالطباشور، ونعين ارتفاع تاعي، ارتفاع الصدر وارتفاع الخصر باش نرسم لابنس تاعي. فوالا هنا ارتفاع الخصر تاعي راهو 45، وارتفاع الصدر راهو 35 سنتيم. فوالا والمسافة تاع لابنس راح نديرها 11 سنتيم. فوالا ونرسم لابنس تاعي، راح نخلي لكم طريقة اللي ترسموا بيها لابنس في صندوق الوصف، راح تلقاو الفيديو على قناتي. طريقة رسم لبنس بطريقة بسيطة جدا للمبتدئين. فوالا طول لابنس هنايا من محيط الخصر حتى نهاية لابنس راح نديرو 15 سنتيم، والجزء العلوي تاع لابنس راح يكون من ارتفاع الخصر حتى ارتفاع الصدر، حتى النقطة اللي عيناها تاع ارتفاع الصدر. فأنا نرسمو لابنس تاعنا بطريقة هادي، ومن بعد نعينو محيط الخصر، نعين هنا محيط الخصر تاعي، ونحط نقطة باش نوصل من بعد بين النقاط تاع محيط الخصر محيط الصدر بالطريقة هادي. نوصل النقاط ببعضها ونرسم الطابق تاعي، نرسم حردة الإبط بالطريقة هادي. نرسم التقويصة تاع الطابق. فوالا ونجي لمحيط الخصر ونهبط هنا، نقص القندورة تاعي، ونجي ونرسم الرقبة تاعي ونقصها. احنا رقبة راح نديرها فوق مستوشية، راح نهبط عمق الرقبة ب21 سنتيم، ونعين المنتصف تاعها اللي هو 10.5 سنتيم. من 10.5 سنتيم حتى النهاية تاع الرقبة راح نخرج بقوس باش تخرج لنا لافورم هادي تاع الرقبة. بعد نجيبو الرقبة تاع الخلف ونحط عليها الرقبة الأمام اللي قصيتها باش نعين
عمق تاع رقبتي أنا، فوالا وراح ندير هنايا كاري. رقبتي هنايا راح نديرها كاري، فوالا نرسم ونقص بالطريقة هذي. هنا نجي ونفصل كمل المروحة تاعي، كمل فراشة، نجيب هنايا قطعة قماش طول تاعها 150 سنتيم، العرض تاعها 25 سنتيم، نطبقها على 4 بالطريقة هذي، ونجي للنكوة الجهة المقفولة، من الجهة المغلقة نجي للنكوة ونهبط بالرأس بالشكل هذا. فوالا نرسم المقاس تاعنا ونجيب المقص ونقص. نديرو من الجهة المغلقة البنات، شوفو مليح. فوالا أنا باش يخرجولي 2 قطع بالطريقة هادي. بصو نحي الزوائد يعني الجوانب، فوالا. وأنا نجيب التيل تاعي ونحط فوقو الكم تاعي ونزيد عليه في العرض 8 سنتيم ونقص بالطريقة هادي. طبقو بنفس الطريقة باش يخرجلي نفس الشكل، فوالا. وهذا هو القماش تاعي، ما نديرلو لي بلي بالطريقة هادي باش يجيني هكا. بعد ذاك نركبو في القدورة تاعي، راح يجي التول من تحت والقماش يجي من الفوق، فوالا هكا بالطريقة هادي. وهنا نجيو نخيطو، نخيط لي بانس. أنا كنت خيطت لي بانس تاع البنات، فوالا شوفو كيف خرجولي. طريقة خياطة لي بانس راح نخليها لكم في صندوق الوصف. راني درتلكم فيديو على قناتي للمبتدئات اللي ما تعرفش تخيط لي بانس، فوالا. وهنايا جبت البي تاعي وبديت نزجف في الرقبة تاعي بالطريقة هذي. نخيط البي تاعي كي نوصل للكوا، ندير له طية صغيرة باش نقدر ندور البي تاعي بالطريقة هذي، فوالا. كي نخيط البي تاعي ونفض راح نكرونتيه عند ليكوا، فوالا بالطريقة هذي باش كي نقلب البي تاعي يجيني مكتوت. وهنا كي كملت سجفت الرقبات الأمام والرقبات تاع الخلف، نجيب القماش تاعي كمل فراشة تاعي ونخيط عليه البي بالطريقة هذي. ندخل القماش القطعة تاعي تاع الكم ندخلها داخل البي ونطبق عليها البي ونخيط باش يجيني البي هكا على برا، طريقة تزيين يعني باش يجيني البي باين على برا، فوالا. ندخل القماش تاعي داخل بي ونطويها على 2 ونخيط، نخيط بشوية باش ما تكشكشليش القماش الداخل في البي، فوالا بالطريقة هذي. شوفوا كيف يخرج. فوالا هنا كنت درتلكم التاني سيبون. هنا حطيت لهم البي ل2. دركا نجيب القندورة تاعي، نجيب الكتف تاع القندورة تاعي ونجيب هذا الكم ونعين المنتصف تاعو ونبدأ نفكسي فيه في الطبق تاعي بالطريقة هذه، المنتصف مع المنتصف، ونبدأ ندير في ديبلي صغار بالطريقة هذه. ديبلي تاعي أنا هنا درتهم صغار، درتهم 0.5 سنتيم كيما راكم تشوفوا،
3 دبلي صغار في لامانش تاعي. فوالا بالطريقة هادي راح نكمل البليسي لامانش تاعي كامل بالطريقة، بنفس الطريقة. راح ندير لامانش الأول ونزيد لامانش الجهة التانية. فوالا بعد ما حكمتو كامل بلي بانك فيكسيتو، نجيبو ونخيطو. نخيط لي بليان دوك لي درتهم. بعد كي نخيط لامانش ونفض راح نجيب التشيل تاعي ونخيطو بنفس الطريقة اللي خيطت بها لامانش. راح نعايل المنتصف ونحكمو مع الكتف ونبدا نبليسي فيه من الجهتين كما بليسيت لامانش. التشيل راح يجي من تحت لامانش تاعنا. الطول راح نديرهم قد الطول تاع التشيل راح نبدا مع تاع لامانش. فوالا هنايا بعد ما فيكسيتو بلي بانغل نجيو نخيطوه، نحطوه تحت البي ونخيط خيطو فوق الخياطة اللي خيطتها الأولى. فوالا فدينا لامانش. دوكا نجيب قطعة تاع قماش. هنا البنات انا اخترت اللون الوردي، كاسيتو حبيت نكاسيه مع القندورة تاعي. هي في البلونوي، حبيت نكاسي معها كولور وعجبني هذا الروج حبيت نديرو. جبت هنايا هذا القماش. اي نوع من القماش تحبوه نتوما. انا جبت هنايا البلازما، شريت معاه شوية قماش تاع البلازما حبيت نكاسي معاه. فأنا قصيت قطعة قماش هكا. العرض تاعها هو عرض الظهر، وطبعا باش تجي مع الظهر قد والطول تاعها درتو راهو 15 سنتيم. خيطتها بالطريقة هادي وخيطت لها هاديك القطعة لي تدخل فيها البابيون. فوالا وخيطتها في الظهر وزينت الرقبة بهدو الوردات الصغار اللي راهم في الغوز. فوالا وهذه هي النتيجة. واش رايكم البنات؟ واش رايكم كيف خرجت؟ ما شاء الله خرجت تهبل. فوالا خليو لي البنات رايكم في لي كومنتار. ما تنساوش تدعموني بالليزام وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، والى الملتقى ان شاء الله.